مثلت الصناعة التقليدية في الجزائر أحد جوانب الفنون الشعبية التي طالما وجدت صداها في الأوساط العالمية، وهو ما تؤكده الوثائق والمؤلفات الشاهدة على ذلك، لأن الصناعة التقليدية كثقافة شعبية هي تعبير عن الأشكال والتنظيمات الاجتماعية والسياسية التي يقيمها أناس هم أسياد مصيرهم. هذا أحد الحرفيين لصناعة النقش على معدني النحاس والفضة، وهو من مدينة تلمسان، شارك في العديد من المعارض، ورث عن أبيه صناعة النقش وله فيها إبداعات استلهمها من محيطه العربي الإسلامي. فمن خلال الوثائق يتبين ما كان للصناعة التقليدية الجزائرية من رواج على يد حرفيين مهرة استطاعوا أن عبروا من خلالها على الثقافة الوطنية عن طريق تشكيلها إلى نقوش معبرة عن المحيط الحضاري للجزائر. النحاسيات من الإنجازات الفنية التقليدية التي هي عبارة عن تحف يصنعها الحرفي الصانع لأغراض الاستعمال، وهذه إحدى الثريات النحاسية يقوم بصنعها وتركيب أجزائها هذا الحرفي. يتطلب إنجاز عمل كهذا شروطا عديدة، وهي المادة النحاسية والوقت، ثم المهارة والصبر والتأني، بالإضافة إلى الإبداع ومحاكاة الأشكال التي يراد تقليدها. هم القليلون الذين بقوا محافظين على العمل اليدوي في مثل هذه الصناعة. في مدينة تلمسان لا يوجد إلا هذا الشخص، ويواصل أعماله في ظروف وشروط صعبة جدا. يستلزم النقش على النحاس بذل جهود متواصلة وتركيزا كبيرا مع الدقة في استخدام أدوات النقش أثناء عملية الحفر على القطعة التي يجري النقش عليها. النقش كصناعة يدوية وذهنية أصبح من الأعمال الشاقة للحرفيين، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحالة النفسية والاجتماعية لهم، خصوصا وأنهم شاخوا في السن كما شاخت صناعتهم أيضا. إذا كانت لهذه الصناعة قيمة ازدهرت في وقت استعمالها للأغراض الخاصة للإنسان، والتي كانت أغراضا يومية تتعلق بأكله وشربه، فهي اليوم لا تزيد عن تحف يستعملها الإنسان لتزيين محيطه وزخرفة أشيائه، وهي قليلة جدا. تستغرق عملية نقش صفيحة نحاسية صغيرة وقتا طويلا، وهو الأمر الذي جعل من هذه الصناعة تختفي أمام سرعة الطلب، كما أن مصوغاتها النحاسية فقدت مميزاتها كسلعة ذات قيمة. صورة محمد بن قلفات معلقة اليوم في مشغل ابنه عثمان، الذي ما زال يعيش ويعمل في تلمسان ويمارس حرفة أبيه بذات الإيمان والذوق والخيال. وحتى لا تضيع ذكريات الماضي وصوره وتقاليده المهنية العريقة، فإن عثمان يعلم ابنه ما تعلمه من والده، ويغرس في نفس الصغير روح العمل الصبور وفرح الإنتاج المبدع، حتى تبقى تلمسان بفنها خالدة على مر الأجيال.
هذا السبع الكبير، هذا السبع الكبير، هذا السبع هاي صعبت هيدا هذا وخلينا هذا هذا السبع أبدا وهيدا السبع الكبير هيدا أي هذا المطلوب أي يبدأ بالتقى وعبد الضربين خويا ها أي الصناعة الفنية الإسلامية ذات تاريخ عريق في تلمسان، ومحمد بن خلفات استمرار لهذا التاريخ. Ali me fit apprécier aussi l'art si original des ciseleurs de cuivre. يتفنن عم إسماعيل ابن مدينة الجدار تلمسان في الرسم والنقش على النحاس. الحرفة هذه حبيتها من كنت صغير وتعلمتها عند أستاذ خالي في نفس الوقت من العائلة تاعي. بكري كنا نخدموا لامان دو فاطمة يزقوها الخامسة، خدمت خامسة صغيرة. كي جا خالي قال لي هذه شكون جابها؟ قلت له خدمتها. على هذا الأساس اللي بدا يعلمني لا كاين يدخل معك خطاط تزقي الخطاط يعاونك في الخط، ممكن تبقى الشطاره تاعك المارطو والبيره. لوحات فنية ترسخ لمختلف الحضارات التي مرت على المدينة التي ترعرع فيها وكل ما يرمز لساكنتها. وهذا لو سامبول تاع الطبطابات تاع مدينة تلمسان. هذه هي الطبطابات تاع مدينة تلمسان. حنا عملنا الورطة هذه يسقوها لي جاردان تاع ليسبانو موريس، الفن الاندلسي تاع مدينه تلمسان. الورده هذه تصيبها تقريبا في المشبود، تصيبها في النحاس، تصيبها في الخشب، تصيبها في كل شيء. رونق هذه اللوحات الفنيه يسحر الناظر ويرحل به عبر حقبات تاريخيه لمدينه المشور والمنصوره.